عارف اللحظة دي، اللحظة اللي بتكون فيها لوحدك وساكت، بس جواك دوشة، وفي نص الدوشة دي في صوت بيقولك خد قرار، بس انت بتسكته. ليه؟ يمكن علشان خايف، علشان مستني اللحظة المناسبة، ولا علشان لسه بتقنع نفسك انك مش جاهز؟ مفيش حاجة اسمها جاهز. القرار مش بيجي بعد ما تطمن، القرار هو أول خطوة علشان تطمن. القرار هو البداية، القرار هو اللي بيحرك الدنيا. أنا شفت ناس فضلت سنين مستنية فرصة، مستنية شخص، أو مستنية جواب من السماء، بس كل ما الوقت بيعدي هم بيرجعوا خطوة لورا. زي مثلا واحد كان عنده مشاكل في شغله ويقدر يغيره، بس علشان اتعود على روتين معين بيكسر نفسه كل يوم، بس خايف، ففضل لحد ما اتكسر تماما. واحدة كانت عارفة ان العلاقة دي بتستهلك روحها، بس بتقول هستحمل شوية، وكل شوية كانت بتخسر من نفسها أكتر. في ناس خدت القرار وقالت كفاية، مش علشان كانت أقوى، لا، علشان تعبت من الانتظار. وعارف، أول ما قررت الدنيا ابتدت تتغير. القرار بيحررك حتى لو بعده تعب. التعب اللي بيجي بعد القرار أرحم 1000 مرة من العيشة اللي كلها تردد. القرار اللي مأجله هو اللي مأجلك، هو اللي موقفك، هو اللي مخليك تحس إنك مش عايش بجد. النهاردة مش صدفة، والله ما صدفة إنك بتسمع الكلام ده. دي اللحظة اللي كنت مستنيها من غير ما تعرف، دي اللحظة اللي ممكن تبقى نقطة تحول في حياتك كلها. خد القرار حتى لو قلبك بيدق بسرعة، حتى لو مش شايف كل الطرق، خطوة هتفتح لك 1000 سكة. أنا مش بقولك إنه سهل، بس بقولك إنه يستاهل. خد القرار اللي نفسك ترتاح منه، وخلي النهاردة هو البداية الحقيقية ليك ولحياتك.